أخباركوا إيه؟ صاحب الحساب ده اللي محدد موقع على السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية، وبيشتغل تحديدا في مجال الإعلانات وناقل حصري للأخبار والأحداث العالمية، وده زي ما بيعرف نفسه. الحساب ده نشر على موقع إكس النهاردة ومن حوالي ساعتين تقريبا خبر بيقول فيه القبض على فنان خليجي بصحبة 32 مغربية، وإن الفنان الخليجي تم اعتقاله في فيلا بمدينة مراكش بعد شكوى قدمها الجيران. انتشر الخبر في الصحف ومواقع إلكترونية كتير، وكان هدفها تحقيق نسبة مشاهدة عالية. ومع وجود فئة من رواد السوشيال ميديا بتنساق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة، الخبر الواطي حقق نسب مشاهدات عالية. واللي لاحظته إن الخبر منتشر وبصيغة واحدة على مواقع كتير، مفيش فرق إلا في اسم الموقع. وأول حاجة حبينا نعملها بحثنا ورا الموضوع، طلع خبر كاذب وقديم وإشاعة من سنة 2018. عايز أفكركم إن نوعية الحسابات اللي بتروج الإشاعات دي بتتواجد دايما على السوشيال ميديا وبتتخفى في هويات غير حقيقية. تحياتي ليكم.